اهلا وسهلا ومرحبا بكم مره اخرى على قناتي حلويات ام ياسين. اليوم ان شاء الله عندي طلبيه ديال الصابلي بالنوغا، واختاريت انني نشارك معكم طريقتي في تحضير النوغا اللي كتجي زوينه، كتجي معلكه ورائعه بالنسبه للبنات اللي ما كتنجحش معاهم هاد النوغا بالجنجلان. كتجي ولا اروع لتزيين الصابلي اي نوع ديال الحلويات. كنتمنى انكم تتبعوا الفيديو حتى الاخر تشوفوا الطريقه ديالي، لان الطريقه كيف ما قلت لكم راها سهله مهله. اول حاجه بالنسبه للمكونات ديال النوغا، عندي هنا 100 غرام ديال الزبده، ضروري انكم تختاروا النوعيه الممتازه، تكون الزبده سبيسيال لان باش تعطينا اللوغو زوين في النوغا. عندي 100 غرام هنا ديال السكر، عندي هنا 200 غرام ديال الجنجلان. دائما كيكونوا المكونات نفس العبار، ولكن مثلا غنديروا اللوز كونكاسي او اللوز ايفيلي كيكون دائما مضاعف. هنايا عندي ايضا 100 غرام ديال الجليكوز، وعندي معلقه ديال الدقيق. صافي غادي ناخذ كاسرونه ديالي اللي غادي نوضع فيها السكر، كنوضع فيها المكونات كاملين الا الدقيق والجنجلان. صافي هنا كيف ما قلت لكم الا بغيتوا ديروا اي نوع ديال المكسرات راه يمكن ديروه، لان انايا عندي طلبيه ديال الصابلي بالجنجلان، السيده بغات بالصابلي بالنوغا الجنجلان، وقلت لهم غنشاركها معكم على طريقتي لان كتجي النوغا رائعه ولذيذه وايضا كتجي معلكه. هنا غادي ندير الميزان وغادي نعبر مباشره 100 غرام ديال الجليكوز. كيف ما كتشوفوا دائما المكونات راه نفس العبار، كاين 100 غرام ديال السكر، 100 غرام ديال الزبده، و100 غرام ديال الجليكوز. وكيف ما قلت لكم راه كيبقى المكسرات مضاعفه 200 غرام غادي ندير ديال الجنجلان. صافي غادي هنا دائما ملي تبغيو توضعوا الجليكوز ضروري انكم تفزقوا يديكم او المعشقه اللي غتهزوا بها الجليكوز باش ما يلصق لكمش. هنا صافي من بعد ما عبرت هنا 100 غرام ديال الجليكوز، غادي نوضع الكاسرونه ديالي على نار مهيله. ضروري ناكد ان تكون نار مهيله باش نذوبوا المكونات على خاطرهم. كيف ما كتشوفوا هنا ما غاديش نحتاجوا ان هاد المكونات انه يغلاو لينا او يديروا لنا فقاعات. هنايا مباشره غير من تيذوبوا لينا تينسجموا لينا ايضا، خصوصا السكر ضروري انه ما يبقاش يبان تيذوب تينسجموا لنا المكونات كاملين، تيوليو نحصلوا على واحد السائل ما بين الزبده وهداك الجليكوز والسكر. صافي غادي نضيفوا المكسرات او الجنجلان او بغيتو ديروا النوغا باي نوع ديال المكسرات. صافي غادي نبدا نحرك، ضروري انكم ما تغفلوش عليها، ضروري من تحرك، خصكم تحركوا مزيان باش كنساعدوا ان المكونات يذوبوا لنا. صافي هنا كيف ما كتشوفوا راه دابوا ليا، ضروري مره هكا كنبقى نحرك. صافي من بعد ما كما كتشوفوا ان دابوا ليا تماما كيف ما بغيت. صافي هنا راه ما غاديش نحتاجو كيف ما قلت لكم ان يبقاو يديروا لنا فقاعات، راه مباشره غير كيذوب. كنحس بداك السكر داب ليا مع داك الجليكوز والزبده. صافي كنضيف الجنجلان ديالي. كيف ما قلت لكم يمكن لكم الجنجلان تعوضوه بالزريعه البيضاء او الزرارع او المكسرات او اي نوع ديال المكسرات بغيتو ديروا، او اي نوع ديال النوغا، كيبقاو المكونات هما العبار هو. صافي من بعد ما غادي ضفت هذاك الجنجلان صافي كنطفي النار. صافي ما غاديش نحتاجها مباشره. كنضيف هذاك المعشقه ديال الدقيق. علاش كندير هذه المعشقه ديال الدقيق؟ كيف ما كتعرفوا ان الجنجلان راه تيكون عندنا ميدم. هاد سميتو هاد الطحين اللي ضفت ليه راه كيساعد ان الجنجلان ما كيبقى ليناش ميدم، ايضا في نفس الوقت كيجينا واحد النوغا متماسكه. هنا بالنسبه للطريقه ديال الدقيق راه كنديرها غير في الجنجلان، او كديروها في الزريعه البيضاء او الزرارع، او بالنسبه هكايا درتو في اللوز ايفيلي او اللوز كونكاسي او المكسرات راه ما كديروش هاد المعشقه ديال الدقيق، راه كديروا غير في الجنجلان وفي الزرارع. صافي هذا هو القوام ديال النوغا ديالي اللي حصلت عليه. مباشره كنحطها في واحد هكا بابي كويسو او السول بات غير باش كتبرد ليا.
لان كنت مجروبه عليها. خصني دغيا نحضر النوكا ديالي باش كنزين بها الصابلي. الطريقه البنات ديال التحضير ديالها راه ساهله بالنسبه للبنات اللي ما كتنجحش معاهم. غادي تجربي هاد الطريقه غتنجح معاك من اول مره ديروها. صافي هنايا غادي نبدا بحال اللي كنمعك فيها هكا غير باش نخليها تبرد. ايضا كنحاول انني نخلط المكونات مزيان. صافي مباشره غادي ناخذ السيليكون ديالي اللي غنحضر فيه النوكا ديالي. كتختاروا اي نوع ديال السيليكون وعلى حسب تزيين الصابلي ديالكم، او اي نوع ديال الحلويات اللي بغيتو تزينوها بالنوكا. صافي كناخذوا غير واحد الكونتيتي هكايا، لان ما كنعمروش، لان كيف ما كتعرفوا ان النوكا ملي كندخلوا الفران راه كتسيح كتقبض راسها، وايضا في نفس الوقت راه كتاخذ لينا الشكل ديال السيليكون اللي غادي نطيبوا فيها. بالنسبه هنا راه ما تحتاجوش انكم تقادوها لان غتقاد راسها في الفران. صافي كنوضع غير واحد الكميه مباشره كندخلها الفران ديالي كيكون سخنته. ممكن بعد ما كندخل ضروري انكم السيليكون توضعوا فوق واحد الطاوه، ماشي مباشره هكا تحطوا في الفران. كنوضع السيليكون ديالي في الطاوه كندخلها طيب على نار مهيله. ضروري ناكد ان تكون نار مهيله باش كطيب لكم النوكا ديالكم كتجيكم معلكه في نفس الوقت ما كتجيكمش قاصحه. كتجي زوينه زوينه. بالنسبه هاد النوكا ديال الجنجلان راه كتجي طب، كتجي رائعه وكتجي لذيذه. صافي غندخل على نار مهيله كطيب ليا حتى كنشوف ان الجوانب بداو هكا كيذهب ليهم تيذهب وكتبقى كت كتكشكش لينا كيف ما تنقولوا في الفران. صافي كنخرجها وغادي تشوفوا الشكل ديالها. هذا هو الشكل النهائي ديال النوكا ديالي. كيف ما كتشوفوا البنات راه من بعد ما كنخرجوها من الفران وكنخليو السيليكون ديالنا حتى كيبرد، عاد كنحيدوها باش كتبقى في الشكل ديال السيليكون اللي طيبنا فيه النوكا. لان كتكون باقا سخونه راه الا حيدتوها راه ما غتاخذ لكم الشكل ديال السيليكون. من الاحسن خليوها حتى تبرد، اولا كنتو مزروبين كتدخلوها غير واحد الثلاجه واحد شويه وتخرجوها. الا كان عندكم السيليكون واحد باش تخدموا كنتو مزروبين راه هاد الطريقه ديال الثلاجه راه دغيا كتبرد لكم. كتخرجوها وصافي وكتحيدوه من السيليكون ديالكم وتخدموا به مره ثانيه. هاد الطريقه البنات ديال النوكا جربوا صدقوني جربوها لان تتجي زوينه اقتصاديه وسهله. وبالنسبه للبنات اللي ما كتنجحش معاهم غادي تجربوها وتنجح معاكم. وكنقول لكم السلام عليكم، فيديو مقبل ان شاء الله.